وسئل عن التوحيد فقال، حد فيهم قال بقى التوحيد الثلاثي اللي بتاع ابن تيمية؟ حد فيهم خالص، لأن دي بدعة ابن تيمية طلعها كده في القرن الثامن الهجري. البدعة بتاع تثليث التوحيد دي توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، شغل أطفال. وبعدين توحيد الأسماء والصفات دي شغل طفولة، ويدعي بعد ذلك ان دي تقسيمة تعينك على فهم التوحيد وهي تعينك على تكفير المسلمين. فهمت ازاي؟ ويدعي بهذا ان كل كفار قريش كانوا موحدين ربوبية، جعل المشركين موحدين. عشان ايه؟ قول الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فأنى يؤفكون. فكونهم يقولوا الله يبقى دول موحدين توحيد ربوبية في نظري. فهمت؟ طب لو كان المسألة بقى توحيد الربوبية لا يقتضي توحيد الألوهية، لكان قول الله عز وجل في الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كان المفروض ولا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله. صح ولا لا؟ يعني لو هنعدل بقى القرآن على وفق فكر ابن تيمية نكتب خط تحت أربابا ونكتب فيها آلهة. هنعدل القرآن بقى علشان نصحح فكر ابن تيمية. لكن من يعدل القرآن؟ القرآن غير قابل للتعديل. يبقى الذي يعدل هو فكر ابن تيمية. ما هو حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين صح. يا القرآن هو اللي صح غير قابل للتعديل، يا ابن تيمية هو اللي صح غير قابل للتعديل. احنا قلنا القرآن صح غير قابل للتعديل، والوهابية قالوا ابن تيمية صح غير قابل للتعديل. يبقى تمشي مع مين؟ يعني عايزين نعرف بس. وإن كان لحد دلوقتي كهنة الوهابية إلى الآن بيدرسوا التوحيد التثليثي ده. إلى الآن بعض كهنة الوهابية الذين أشربوا في قلوبهم العجل. العجل اللي هو إيه؟ اللي هو الفكر الوهابي. أصبح عجل بقى جزء من شخصيتهم. على أي حال هنصبر حتى يموتوا لأنهم لا شفاء لهم. ثم يأتي بعد ذلك أجيال إيه؟ أحسن شوية، تكون أضعف حالا من التشبث بهذا الباطل، قابلة للمناقشة، لكنهم لا يقابلون مناقشة أحد. هم يقعدوا فين؟ في الضواحي وفي الأطراف، ويعلموا الناس الايه؟ الكلام الفارغ، وما يقدروش يواجهوا واحد من الازهر او واحد من العلماء. فهمت ازاي؟ فهم دول ينشأوا فين؟ في الاطراف، في الارياف، وفي الكفور، وفي النجوع. تروح مثلا سينا تلاقي واحد جه طالع لك كده على منبر يقول لك التوحيد التثليثي. ما اصل بينه وبين الازهر شوف قد ايه، ما فيش علماء تكلموا ولا يقدرش يجي للعلماء. فهمت بقى ازاي؟ كان العلماء تقطع لسانه قبل ما تقطع رجله. يبقى ولا واحد في القرن الرابع الهجري قال ان التوحيد، لما سئل عن التوحيد قال هو التوحيد التثليثي. اللي قال التوحيد التثليثي ده النصارى. مش قالوا الله ثالث وثلاثة؟ واحنا بقى نصارى ازاي يبقى توحيد ويبقى ثلاثة؟ ازاي الواحد يبقى ثلاثة؟ ده حتى مخالف للمنطق، مخالف للمنطق. لكن الغباوة ان هؤلاء لا يدرسون حتى المنطق، عندهم دراسة المنطق طاغوت، ولا يدرسون علم اصول الفقه، لانه ايه؟ عندنا قواعد نقدر نلجمهم بها، فهو ما يدرس عشان ما يبقاش عندك القاعدة اللي تعرف تلجمه بها. فالامام الشافعي يقول ايه؟ اذا جادلت جاهل ايه؟ لا اقنعه، واذا جادلت عالم اقنعه، لان العالم عنده قواعد اعرف من خلال القواعد دي اقنعه. انما الجاهل ما عندوش قواعد، فطالما ما عندوش قواعد خلاص بقى يقعد يقول اللي يقوله. فهمت بقى ازاي؟ هات لي اي كتاب قبل ابن تيمية في كل كتب تراث المسلمين، وده موجود ومطبوع، حد قال على التوحيد تثليث؟ هو ابن تيمية بس، حاجة افتكسها من ذهنه، واخد بالك؟ والعجيب انها ماتت معه. خلاص مات ابن تيمية، ماتت الفكر، لحد ما جاء محمد بن عبد الوهاب بعد سنين طويلة وأتباعه نقبوا عن فكر ابن تيمية الشاذ ده وطبعوه أحسن الطبعات، وثم بعد ذلك انتحلوا اسم أهل السنة والجماعة. حرامية يعني حتى سرقوا اسم أهل السنة والجماعة. أنا عايز بس واحد قبل تيمية، واحد بس، واحد الله من علماء المسلمين
في أي قطر من الأقطار في أي عصر من العصور قسم التوحيد إلى تقسيم ابن تيمية. لا يوجد إلا الشيطان الرجيم. فهمت بقى ازاي؟ شيخه فيه شيطانه الهوى. عشان كده قلنا لك إيه لجام الهوى والشهوة، هم دول اللي ايه يقضوا على الإنسان. فنسأل الله السلام. سئل عن التوحيد فقال: أن توحد الله بالمعرفة، توحده بالعبادة، توحده بالرجوع إليه في كل ما لك وعليك، وتعلم أن ما خطر بقلبك أو أمكنك الإشارة إليه فالله تعالى بخلاف ذلك. وعشان كده سبحان الله أتباع ابن تيمية كلهم مشبهة. كل أتباع ابن تيمية كلهم مشبهة، لأن ما عرفوش ربنا. ما هو التوحيد بتاعه ما يعرفكش ربنا، فلما ما عرفوش ربنا وصفوه بغير صفته وشبهوه بغير ايه شبهه، فالحكايه كلها ضلال من الاول. فهمت؟ فربنا ينجينا يا سيدي. اوعوا تغتروا بكهنه الوهابيه، لان لهم قنوات فضائيات ولهم كتب مطبوعه احسن الطبعات يوزعوها على الناس. فهمت ازاي؟ اياك اياك ان تخدع بهم. وفي آية تانية برضه في سورة التوبة: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ ولا آلهة؟ ولا آلهة؟ هو على فكر ابن تيمية الآية تقول: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، لأن الألوهية غير الربوبية عند ابن تيمية. مش كده برضه؟ يبقى احنا المفروض بقى نطبع طبعة قرآنية جديدة على مذهب ابن تيمية علشان نصحح الآيات. أيها الوهابية يا كهنة، فهمت ازاي؟ فبطلوا كهن يا كهنة، توبوا إلى الله وعودوا إلى القرآن والفهم الصحيح. ادي الصوفية تعرفهم للتوحيد، اللي هم الوهابية بيعيبوا في الصوفية. ليه بيعيبوا في الصوفية؟ لأن الصوفية كشفوهم. فهمت بقى يا سيدي؟ فتملي الإنسان لما واحد يعريه يوم إيه يكرهه. وإحنا ما عريناهمش ولا حاجة، إحنا من نقاء سريرتنا صرنا مرآة لغيرنا، فغيرنا إذا نظر إلينا وجد عيوبه. فهمت بقى؟ فالعيوب التي وجدها فينا هي منطبعة في مرآتنا لنظهرها له، وليست فينا أصلا. لأن المرء مرآة أخيه. المرء إيه؟ مرآة أخيه. أنت ما تنظر للمراية وتجد في بعض الوسخ على المراية، صورتك اللي في المراية تبقى متسخة، في حين أنك أنت في الحقيقة غير متسخ. فهمت بقى إزاي؟ ادي كل الحكاية. لا كنت فيك اتساخ والمراية نقية، المراية توري لك الوسخ اللي فيك. لكن لو المراية متسخة تدعي عليك اتساخ. عشان كده مرآتهم هي متسخة، فإذا نظروا لأهل السنة والجماعة نظروا فيهم الايه؟ المخالفة، لأن مرآتهم متسخة، لأن قلوبهم متسخة. وإحنا لأن عندنا نقاء في عقيدتنا، لما ينظروا لينا يروا مخالفتهم فيدعوها فينا. يقول لك الصوفية بيقولوا بالحلول، مش بيقولوا كده في كتابهم؟ طب مين اللي بيقول ان ربنا في السماء؟ هم ده كاتبينها بايديهم وطبعنا وحلينا في المساجد. السماء دي مش مخلوق، وبيقولوا ربنا في السماء يعني حل في المخلوق. يبقى مين اللي بيقول في الحلول؟ هم اللي بيقولوا بالحلول. احنا قلنا بالحلول؟ احنا بنقول الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان والمكان بكل شيء محيط. وهم يقولوا ربنا في السماء، دي عقيدة المسلم عندهم. طب والسماء دي مش مخلوقة؟ طب ما النصارى قالوا عيسى الله حل في عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم مخلوق، وانتوا قلتوا زي النصارى حل في السماء. يبقى مين اللي بيقول بالحلول؟ عشان تفهم بس. احنا ما قلناش بالحلول، لكن هم يقولوا الصوفيه بيقولوا بالحلول. ليه؟ لانه لما بصوا في مرآتنا ووجدوا الحلول اللي بيقولوه قالوا شوفوا بيقولوا بالحلول. يعني ده احنا مرايه بنقول لك انك انت اللي بتقول. فهمت ازاي؟ فربنا ينجيهم. لكن على أي حال وجب التحذير منهم، لأن انتشروا يعني أفكارهم، وخصوصا هينحسر فكرهم في إيه؟ في الأراضي الحجازية هينحسر، وهيزداد في البقاع المحيطة. هو هينحسر هناك، لكن لهم كهنة في كل مكان. فهمت بقى إزاي؟ فإياك إياك هترجع بلدك في أي حتة هتلاقي الكهنة لسه قاعدة بتتكلم والقنوات شغالة وحاطط لك البتاع الغطرة اللي حاططها دي اللي هي علامة الوهابية، واخد بالك؟
واللحية إياها الكسة علشان يغر العوام من طول لحيته دليل كثرة علمه، في حين العلماء زمان كانوا يقولوا إيه؟ طول اللحية وكثاستها دليل على ضعف العقل. ذكروا كده في الكتب القديمة، يقول لك لما يخش عليك واحد كس اللحية واخد بالك وشعث اللحية، ده دليل على ضعف عقله، الانطباع الأول، وهم في الفعل ضعاف العقول. فاهم؟ وبعدين احنا لما بنتكلم لا نشهر، ولكن احنا فقط نحذر ولا نشهر بمسلم. فهمت ازاي؟ احنا نتمنى لهم ما نتمنى لأنفسنا، ان كلنا نتقابل في الجنة ان شاء الله، لكن احنا فقط وجب علينا التحذير من هذه الأفكار.